حطي بقى اللبن على الفراخ وتعالي اعملي احلى غدا النهارده. لو عندك وركين فراخ ومحتاره في الغدا، تعالي هقول لك تعملي غدا ايه النهارده. جربي بقى الفراخ بالطريقه دي هتعجبك قوي، وكمان في نفس الوقت ما خدتش مني اي وقت ولا مجهود ولا اي حاجه خالص، كله كده في البايركس. هتشوفي الطريقه هتعجبك، وكمان جديده وحلوه كده، ومش عايزه اقول لك طعمها عامل ازاي. لايك بقى وشير لي الفيديو، اول مره بتشوفوني انا اسمي نبيله السيد. يلا بينا نخش على الوصفة على طول. أنا جبت هنا الأول حلة حطيتها على النار، نزلت بحبة زيت على مكعب زبدة كده، ونزلت بورقة اللورة، وبعدين هنزل بقى بالشعرية شوحها تشويحة حلوة كده لغاية ما تحمر لونها. أنا بحب الرز هنا يكون الشعرية بتاعته حمرا يعني، مدية لون غامق كده شوية. هفضل أقلبها كده لغاية ما تاخد اللون اللي أنا عايزاه. وبعد كده هنزل بقى بالرز وهشوحه معاه تشويحة حلوة. وهنزل بقى بالملح بتاعي، مش هحط اكتر من الملح. وبعد بقى بس لازم الاول اقلبها كده، الرز لازم يسخن تسخينه كويسه. واحط بقى شويه الملح واقلبه برده لغايه ما ياخد مني درجه حراره حلوه كده. بعد كده بقى هنزل بالميه وهغطيه واسيبه بقى براحته خالص. عقبال ما يستوي هتكون الاكله بتاعتنا استوت. انا هنا عملت الرز الاول عشان الاكله بتاعتي مش هتاخد مني وقت خالص. انا بقى عندي هنا ايه 4 بطاطسات وعندي قرنين فلفل، وتعالوا بقى اقول لكم هعمل ايه. اول حاجه همسك البطاطس اقطعها مكعبات زي ما انتم شايفين كده. يعني الواحده كده بمسكها اقطعها مكعبات حلوه، مش رفيعه ومش تخينه، يعني وسط كده حلو. هعمل بقى الاربعه دي، ممكن انت بقى تزودي تقللي على حسب ما انت عايزه، على حسب كمان الاستعمال بتاعك هتعملي. انا هنا عملت الاربعه دول كانوا حلوين، وعايزه اقول لك الاربعه دول بيرموا معاكي كميه حلوه بالمنظر ده. بقى بصوا بقطعها كده وبعدين بعملها مكعبات. وخلاص كده انا ايه خلصت البطاطس بتاعتي. وعايزه اقول لك بقى مع البطاطس ممكن تحطي اي نوع خضار تاني انت بتحبيه، بس انا اكتفيت بالبطاطس قصدي. وبقيه المكونات اللي انتوا هتشوفوها ممكن بقى تضيفي اي نوع انت بتحبيه، يعني ممكن تحطي جزر، ممكن تحطي معاه فلفل الوان، ممكن تعملي اللي انت عايزاه في الوصفه دي. وصفة حلوة، وكمان ان شاء الله يعني هتعجبك قوي لما تجربيها، هتعمليها كل مرة. يعني انا بصراحة حبيتها غير اي وصفة تانية انا عملتها في الفراخ. هجيب بقى هنا طاسة على النار. انا كده خلصت البطاطس بتاعتي، احطها على النار واحط بقى فيها كمية بصل حلوة. اهم حاجة بقى البصل كده يبقى كتير، عشان هو ده اللي هيدينا الطعم الحلو المميز بقى. وبحط بقى حبة زيت وحتة سمنة بلدي كده او حتة زبدة. ونفضل بقى نشوح البصل ده، عايزاه ياخد كده ايه يعني، يبتدي ياخد لون. اهم حاجه عندي يبتدي ياخد لون كده، ومعاه بقى قرن فلفل اخضر. ممكن هنا تكملي كتري كميه الفلفل اللي انت عايزاها. انا فعلا هحط فلفل، بس عندي الفلفل في الفريزر فما رضيتش احطه في المرحله دي عشان ما ينزلش ميه مع البصل. انا عايزه البصل كده يبقى مكرمل. هحط بقى هنا معلقتين توم كده حلوه مفرومين. التوم بقى هيدي ريحه حلوه قوي للاكله دي، وهيخليها مميزه كمان، يعني يديكي كمان طعم حلو قوي للفراخ. هاخدها تشويحه كده مع البصل، واول بقى ما ريحه التوم تطلع كده هنزل بقى بالفراخ. انا هنا عامله وركين ومقطعاهم لاربع قطع. ممكن بقى انت هنا تعملي صدور، ممكن تعمليها باي نوع فراخ انت عايزاه. اي نوع فراخ هيمشي معاها. هنا بقى معلقه الكاري دي اهم حاجه في الموضوع كله، معلقه كبيره او معلقتين. وحطي بقى الملح وحطي توابلك بقى، فلفل اسود وبهارات وتوم باودر وبصل باودر وشويه كمون وشويه كزبره. هيدوا طعم ونكهه حلوه قوي. ما تنسيش بقى معلقه الشطه لو انت بتحبي الشطه، او حطي الفلفل يكون حامي. نزلت بقى هنا كمان بالبطاطس اللي انا كنت مخرطاها معاكم، وكمان نزلت بحبه صلصه طماطم قصدي مبشوره صغيرين كده اللي انتوا شفتوها دي، يعني ما تجيش نص كوبايه يعني او ربع كوبايه. وبعدين بقى اول ما الصوص ده غلي معايا كده، اقول لكم ان انا حطيت كمان نص كوبايه ميه. فاول بقى ما غلي ابتدى يتغلوا مع بعض كده، ابتديت ان انا بقى اجيب البايركس او الصينيه او اي حاجه اللي انا هدخلها الفرن، واحطه في الصينيه واكون مشغله الفرن وهدخلهم بقى في الفرن. وكده خلاص تبقى الوصفه بتاعتي مش هياخد منك في الفرن وقت خالص، لانه خد غلوتين من فوق يعني تعتبر نص تسويه. هندخله الفرن بقى ونشوفه لما يطلع شكله عامل ازاي. بص بقى منظر الصينيه لوحده ياكل ويجوع، وهي نيه كده لسه يعني شكلها يجوع اصلا. بص بقى وهي خارجه من الفرن عامله ازاي. عايزه اقول لك بقى البصل مع الثوم مع الفلفل مع البهارات اللي حطيناها بجد، واللبن والحاجات دي كلها مخليه الطعم فظيع. ولما دخلت الفرن كمان بقت اجمل واجمل، والبطاطس بقى مستويه مهريه كده، مش مهريه يعني مهريه زي الزبده كده. والفراخ واخده لون حلو قوي وطعم حلو قوي من التوابل ومن الحاجات اللي حطيناها. ما خدتش مني وقت خالص. وعقبال بقى هي ما اتعملت كان بص الرز كمان اتعمل، هي ما خدتش في الفرن بتاع ربع ساعه كانت استوت بقت زي الزبده. عايزه اقول لكم والله طعمها في منتهى الجمال. انتوا لو جربتوها بالطريقه دي
أنا ضامنة وواثقة إن أنتم هتعملوها على طول، أحلى من البطاطس الصينية اللي هي بتتقطّع مدوّرة، في فرق وطعمها جميل أوي، وزي ما قُلت لِك بقى ممكن تغيّري في الوصفة تحطّي جزر معاها، تحطّي فلفل ألوان، تحطّي كوسة، تحطّي حاجات اللي أنتِ بتحبيها، بس هي كانت بالبطاطس فظيعة بجد تحفة. بُصّوا بقى الفراخ عاملة إزاي، طعمها حلو أوي وحبّة اللبن اللي حطيناهم اوعي تقولي مش هيفرق، بتفرق معاكِ في الطعم كتير كمان، مش فرق بسيط لأ، طعمها حلو أوي. جرّبوا بقى الوصفة والطريقة، قولوا لي رأيكم في الكومنتات، ولو أول مرة بتشوفوني أنا اسمي نبيلة السيد ودي قناتي، لايك بقى وشير للفيديو وأشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم.